نطلع بيان نشجب فيه تصرفات الجماهير، اوكي، ولكن مش معنى كده ان اداره الاهلي تقدم اعتذار، خاصه ان هذه التصرفات لم ترتكبها اداره الاهلي. انا بس عايز اقول انه حتى الاعتذار مش عيب، يعني مش بتكلم على الواقعه دي عموما، يعني بتكلم على ثقافه ان احنا نعتذر، مش عيب. وبعدين هناك قاعده قانونيه اسمها مسؤوليه المتبوع عن عمل التابع. هتقول لي هو جماهير الاهلي تتبع اداره الاهلي؟ اقول لك اه طبعا، ويجب ان يكون هناك في لينك، واذا ما كانش في لينك او في ارتباط او في امر ما بيربط اداره النادي بروابط المشجعين، فهذا خلل في اداره النادي. يجب ادارات الانديه يكون لها ارتباط وثيق بروابط الانديه، لان روابط الانديه هي لسان حال النادي في الحلوه وفي المره، في السراء وفي الضراء. اذا يجب ان الادارات يكون لها اتصال بشكل او باخر عشان ترشد التشجيع بالشكل الحلو الامثل اللي لكن هذه هي التصريحات. واضاف عادل القيعي: من حق مسؤولي الزمالك ان يغضبوا من هذه اللافتات، ولكن اقحام المسؤولين بالاهلي في هذا الموضوع ومطالبتهم بالاعتذار شيء غير مفهوم، خاصة أنه ليس لأي نادي إمكانية السيطرة على جماهيره الكبيرة، ويتم تغريم جميع الأندية بناء على تصرفات جماهيرها في بعض المباريات، لذا لا دخل لإدارة النادي فيما يفعله مجموعة من جماهير النادي. أنا مش موافق على الكلام ده، وقال لا يعقل أن تطالب إدارات الأندية نظيرتها بالاعتذار لمجرد وجود تجاوزات من بعض الجماهير سواء بالقول باللافتات، وعلينا أن نتكاتف أو بالفعل، وعلينا أن نتكاتف للتصدي لهذه الظاهرة، ومن الممكن أن نشجب هذه التصرفات ولكن لا مجال للاعتذار. يبقى إذن واضح أن دي تصريحات، ولا في جزء ثالث من تصريحات القيعي قال لا ننكر أن هذه اليافطات أساءت للصورة الرائعة لمباراة القمة، برافو عليك كده، وأهدرت فرحة انتصاراتنا أو انتصارنا بالمباراة، وأعطت الفرصة للبعض بالحديث حول بعض الأمور التي لا ينبغي الخوض فيها. وأخيرا قال انتهينا من قضية صباع بركات التي أثيرت بعد مباراة القمة لنجد قضية اللافتات في المباراة الأخيرة أمام الزمالك، وذلك على الرغم من السلوك الجيد في المباراتين. يعني بشكل عام هذه التصريحات أتصور أنها تصريحات صدرت بالفعل من الكابتن عادل القيعي، لأنه واضح أنه اتكلم في مجموعة مواضيع مهمة جدا. لكن كمان خلينا أقول من وجهة نظري التي لا قيمة لها أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتخذت قرار باهت للغاية في العقوبة التي وقعت على النادي الأهلي ب5000 جنيه بعد هذه اليافطات، أقول يعني الغير مناسبة إطلاقا ولا تليق إطلاقا بحجم وعظمة جماهير النادي الأهلي. 5000 جنيه هذا رقم هزيل للغاية. كنت أتصور ألا تقل الغرامة بأي حال من الأحوال عن 50,000 جنيه، وهو رقم زهيد جدا للإساءة اللي تمت. وإن شاء الله من الموسم القادم زي ما احنا عارفين هناك لوائح هتخلي العقوبات بقى مختلفة خالص، مباريات بدون جمهور ونقل مباريات، أمر هيبقى مختلف تماما. من غير دول نتمنى أن الجمهور أكيد تكون ملتزمة، لكن إذا وجب الأمر فوجب أيضا العقوبة. فاضل لي 3-4 دقايق. عمر جمال بيطير ألمانيا اليوم، ألف سلام عليك يا عمر، عشان يعمل موضوع الغضروف بتاعه. عودته إن شاء الله تبقى عودة رائعة جدا جدا لأكيد النادي الإسماعيلي. كابتن عادل القيعي، مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن. يا رب تكون بخير والحمد لله على سلامتك. ما كلمتكش من ساعة ما رجعت. ربنا يخليك، متشكر قوي. أنا قلت مجموعة تصريحات، معرفش أنت سمعت حضرتك أو لأ، لكن خاصة بموضوع اللافتات المسيئة والآخر، وحضرتك قلت إنه لا مجال لاعتذار إدارة الأهلي وخلصنا من صابع بركات طلعوا لنا في اليوفط والكلام ده. هل قلت التصريح ده يا كابتن عادلي؟ لا، ما قلتوش بالطريقة دي طبعا. طب اتفضل. أنا قلت أولا إحنا يعني مستائين جدا نعم اللافتات التي صدرت، وأن لا نقبل أن نتعرض أو يتعرض لها أي نادي محترم في مصر أو أي مؤسسة، لأن المسألة كده دخلت في عبث ودخلت في شغل اللي يعني احنا للأسف الشديد المشكلة ان الإعلام بقى كثيف لدرجة ان اللي بيتقال في العادات الخاصة والهزار اللي بيتقال في العادات الخاصة وشغل الاستفزاز اللي بيتقال في العادات الخاصة انتقل إلى الناس، إلى العامة. فبقى كل شيء بيتعمل معروض على الفضائيات وما متشاف. ما ينفعش ان تتحط ينفض كده، وما ينفعش ان رموز، انا ده اللي قلته بالظبط، ما ينفعش ان تتشتم رموز زي كابتن صالح سليم
في المدرجات، سواء زي ما انا بقول انا ضد اللافتات، انا ضد برضه السباب والاساءه للاخرين، ناس مالهاش ذنب طبعا. نهتت عشان شباب بيغيظ بعضه. طب انت ضد اعتذار ادارات الانديه يا كابتن؟ انا هنا بقى النقطه يا كابتن مدحت. نعم. ان تعتذر عن تصرف انت تفعله هذا تصرف مسؤول. ان تعتذر عن تصرف لم تفعله، ده يعني اولا انت بتستهين بنفسك وتكون انسان غير جاد في اعتذارك، لانك اعتذرت على شيء لم ترتكبه. فما حدش هيصدقك. النهارده لا يمكن ان تحمل الانديه تصرفات جماهيرها، ده شيء، لان الجماهير نفسها بتطول الانديه نفسها. يعني انت النهارده لما تيجي جمهور مش موافق على ناديه، ودي بقت لعبه معروفه ان بعض القيادات بتلجأ للجماهير تحرضها. يعني كابتن عادل انت شايف ان الجماهير لا تعبر عن رأي النادي اطلاقا، لا تعبر عن رأي ولا تمثله اطلاقا يا كابتن مدحت، بدليل اللي هو صبري سراج النهارده سمعته في مداخله بيقول ان مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل كان شديد الاستياء وهو يجلس في المقصوره. نعم. واستنكر هذا التصرف تماما. انما احنا ممكن مش نقول الاهلي يعتذر او الزمالك يعتذر، انما نقول ان تطلع بيانات تشجب التصرف وتشجبه وتدعو بالحسنى اولادنا الى ان هم يعني يفهموا يعني ايه. طب كابتن عادل حضرتك عضو في من التوعيه والتواصل مش بالعنف، ولكن انا وجهه نظرك وصلت يا كابتن. طيب حضرتك عضو في لجنه المسابقات اللي بتدير الكره، هل شايف ان 5000 جنيه غرامه مقبوله ولا غرامه ضئيله للغايه؟ رمزيه، لان في الاخر مين اللي هيدفعها؟ ما هو النادي. انت الجمهور هيتحملها. طب ما هو اللائحه الجديده انتوا هتطبقوا نظام جديد. لا لائحه، بص انا عندي فكره. عندي فكره. اتفضل. انت بتدخل الجماهير بدخلات كويس، فتكون العقوبه على الجمهور، تقول الجمهور اللي دخل دخله مش كويسه محروم انه دخل مثلا 3 ماتشات اي دخلات. محروم من الدخلات ولا محروم من الدخول المباراه؟ في الاخر اذا قدرت او في اقتراح ثاني، في مجموعه من الافكار. اقتراح ثاني ان الامن يطلب موافقه الانديه على الدخلات اللي بتخش، وعلى الاقل انت تحت اشرافك. يعني طب وانتوا بعيد خالص عن الروابط ومش هتقدروا تتحكموا فيها. الحاله دي يا كابتن مدحت شوف جوهر الفكره. في الحالات دي لما الرابطه هتيجي تاخد من نادي الزمالك او النادي الاهلي موافقه على الدخله بتاعتها، هتقول لها ايه الدخله بتاعتك؟ هتبقى عارفه اذا كان هناك ما يسيء مش هتديله الموافقه. جميل. يعني هنوصل في الاخر ان يبقى في لينك بين الرابطه وبين اداره النادي. بدل ما نقعد نستاء ونتراشق ونقول كلام مش هيحصل. نعم. محدش بيعتذر الا على تصرف هو عمله. هو وجهه نظر حضرتك. طيب يا كابتن عدلي، في الاخر تعال نفكر ازاي نسيطر على الامور. عايز رايي انا يا كابتن، عايز رايي يا كابتن عدلي. لن تسيطروا اطلاقا على الامور الا بحاجه واحده، هو حرمان الجمهور المسيء من حضور مباراه فريق. اخر الحلول، لانك انت كامن بتبقى عارف اذا كان هناك ولد قبض عليه بشكل متكرر، يبقى ده ما يعني اعملها بالثوابت. بيتكاثروا يا كابتن عدلي، بيتكاثروا وبينجبوا اخرين. ما هو انا بقى شوف، طبعا في حاجات هتقدر عليها وحاجات مش هتقدر عليها. بالظبط. لان طبعا المواقع كمان الالكترونيه مع الفضائيات بقت مساله مش فطوق حد انه يقاومها. بالظبط. يعني والصحافه كمان. وبعدين سهل جدا تفبرك خبر، وسهل جدا تفبرك صوره، سيبك من الخبر. وصوره طبعا. لما يقال بالذمه ده كلام يخش دماغ حد. لما يقال ان اللافتات دي اتعملت في اهل مدينه نصر، ده كلام يخش دماغ حد. لا ده عبث. يعني ده عبث. هنا انا قلت هو احنا خلصنا من صباع بركات هنخش في يوفط الزمالك مدينه نصر؟ ما ينفعش. كابتن عدلي، هل هناك حوار مع ايهاب المصري؟ دعني اتحفظ في شغلي. طيب. انت اللي تعرفه قوله ولا انا هخلصه هقوله. طيب يا كابتن، اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك كابتن عدلي، اشكرك شكرا جزيلا. مش عايزك انت تتحفظ يا ايهاب مساء الانوار. مش عايزك انت تتحفظ وطي يا ايهاب وطي. مساء النور يا كابتن مدحت. ازيك يا ايهاب؟ ازيك يا ايهاب يا حبيبي؟ ربنا يخليك. يعني هناك خبر مؤكد، لانه الناس شافوك وانت بتمضي فعلا استمارات، فمن الصعب انكار الامر يعني، لكن ايه موضوع استمارات حسن النوايا؟ حاجه يعني يمكن امبارح احنا كان عندنا ماتش دور الثمانيه في كاس مصر مع نادي حرس حدود في اسكندريه في استاد الماكس. صحيح. رجعنا امبارح الساعه 11 ونص نادي المقاولين العرب.
فضلت قاعد في النادي ما روحتش يمكن لغايه دلوقتي في النادي عشان بخلص يعني اجراءات سفري ان شاء الله العمره مع اعضاء الفرقه يعني. عمره مقبوله ان شاء الله. ما فيش اي حاجه يعني، ما حصلش اي حاجه من الكلام اللي حضرتك يمكن. طيب ما فيش اي اتصالات حتى الان؟ لا دي بقى يعني ربنا يسهل اللي فيه الخير يقدمه ربنا الفتره الجايه يعني كابتن ان شاء الله. ان شاء الله يا هبه، وانت تستحق كل خير، ومن حقك تتحفظ على اي امر لغايه لما مش يتم. والله مش تحفظ يا كابتن، بس هو ربنا يسهل يعني اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله بجد الفتره اللي جايه ان شاء الله يا هاب باذن الله. موفق يا هاب. احب اشكرك شكرا جزيلا. يعني الحقيقه عندي اخبار كتير لكن عايز استقبل ضيوفي فكفايه كده.